بسم الله بديني وعلى النبي صلى الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم بنات؟ ان شاء الله بخير. وياكم فيديو جديد، فيديو تحفيزي بأكلات كلش طيبة، أكلات صيفية بامتياز. سويت اليومية بانية، وانا كان كل النية مالتي اسوي التمن ومرقة، بس بعدين عجبني اسويها تشريب، قلت خلنا نسويها اليومية. سويت وياها تمن وسويت حلا صيفي بارد كلش، يعني طيب قد ما تتصورون. يعني هسه انا طعمه بحلقي، فاريد اقوم اسويه مرة ثانية. هنا أنا بديت افرز بالبانية. بناتكم مثل ما يعني زوجي يروح يسوق اوصيه على بانية، فهنا انا جاب لي كيلو، قلمته يعني ما خليت هاي الظروف مالته تطلع على مود احافظ عليه. هنا طلعت من عنده كمية قليلة للغداء، احنا بس نفرين. هاي الكمية طلعتها اني، سوت لي تقريبا 3 إلى 4 معون مرقة. واختاريت هنا، ردت شوية ناع، ما تهمني والله ياكلها خوش بانية تخبل صراحة. فحتى وصلت زوجي قلت مرة ثانية متروح جيب لي اياها. هنا نقعت هاي مالت الغداء، نقعتها بمي وملح على مود تذب هذا السلاج مالتها او الزنخة مالتها، خليتها تنقع هنا بوحدها. وهنا البانية ذيك راح اسلقها واضمنها. بديت احمس بالبانية، حطيت البانية ويا ثوم، راح احمسها حمسه زينه كلش. بنات انا ما حطيت اللحم بالبدايه، خاف تستغربون او فشيلون ليش ما حطيت اللحم بالبدايه او ليش ما خليتي. اني مفرزه كميه مال لحم قبل فتره، هسه لقيت كميه لحم، فكل سويت وجبات مال لحم ويا الماي مالتهن، سويت وياهن عظم على مود شنو، طلعت المونه كامله. تعرفون مرات من تسقين مثلا كميه قليله ما تطلع بها مونه، ومثل ما تشوفون انا اطبخ كميه قليله، فسويت سلقت الكمية مال اللحم ويا العظم، طلعت مونة اللحم ومونة العظم، سويتن وجبات كل ما اريد اطبخ اخلي. فسويت هنا انا حمست البانية، حمستها ويا المعجون، وراح احمسها ويا عصير الطماطم، اكملها كامل كلش، واضيفن عليها اللحم. بس اللحم يعني ابد يعني ما بي لا زفرة ولا شي ابد، يعني طعمه يخبل. هنا حتى المعجون مالتي يعني ضامته بالمجمدة، ليش شنو يعني ما استخدم المعجون يعني بكمية مستمرة. دائما احنا نسوي يعني تطبيق لحم دجاج شي، مو دائما اسوي مرقة، يعني علاقتنا ويا المرقة كلش قليلة، واذا اريد نسويها فاصول ياباني هذني المرقات. فانا خليتها سديتها بالطبق على مود شوية يحمي زين. خليت عصير الطماطم، راح اخليها تحمس كل زين، تطلع الزفرة مال المعجون ومال عصير الطماطم. اخليها هيجي يعني تسبك على نار، يعني اول مرة خليتها تفور على نار عالية، بعدين نصيت النار وخليتها على راحتها. هنا مثل ما تشوفون شلون صار اللون مال المرقة بعد. هاي تحسين بعد ما تحتاج حتى والله ما تحتاج لا لحم ولا مي. شفتوا هذا اللحم خليته هو ومي مالت العصارة مالت اللحم كامل، ما خليت له مي ابد، يعني خليتها فقط هاي، وخليت رجعتها على نار ناصية. خليتها تتسبك، حطيت لها ملح. هنا أنا عندي البانية هاي راح افرزها. ايش سويت؟ خليت مي حار، خليته يفور، خليت فيه ملح، قلبتها تقليبتين شوية اخذت لون وشلتها، خليتها بمصفى كلش حد ما صفت من الماء، ضميتها باكياس وبالمجمدة، يمتى ما تطلعونها تطلع فريش كاملة تخبل. هنا انا طبخت التمن، طبعا التمن صار مالح. الصراحة بيني وبينكم. التمن صار مالح، بس شنو اكلناه ويا يعني من اكلناه ويا تقريبا ما بينت الوحدة كلش قوية. احنا علاقتنا ويا الملح هم قليلة، زوجي اصلا عنده بلا ما احط الملح، هذا بعد شي احسن، لا تخلي الملح احسن، انا احب لنا هيك بلا ملح. وهاي المرقة بدون اي نقطة مي، ما خليت مي بنات، بس المعجون ومية الطماطة والمي من اللحم واللحم، وصارت كلش طيبة. بعد كل واحد وطريقته، انا مو يعني حابة اعلم بالفيديو هاي، جاي اشوفكم طريقتي، ان حبيتوا تستخدمونها الف عافية او عادي. انا اكمل عندي التمن والمرقة. طبعا انا مو اقعد متاخره بسبب الاطفال، يعني تعرفون انا عندي طفله جديده، والطفله هاي جديده ما تنام بالليل وكل ساعه فزه، فاقعد متاخره، فشنو دائما يصير غدانا متاخر. مثلا اتريق ب11، اتريق ب12 شي، يصير غدانا بالاربعة بالخمسة، عادي مو مشكلة. مرات اسوي هو غدا هو عشاء. والله افتك من جهتي. خاصة اذا زوجي بالدوام عادي نتغدى بس انا وابني.
عفوا نتريك وقت الغداء، ناب نرجع نسوي غدا، يجي زوجي هو غدا وعشاء. الحمد لله والشكر، ما دام احنا مرتاحين ويعني براحتنا. ها هي هسه نبدي وياكم بالحلا. راح اسوي يعني الله الحلا والله كلش بسيط، ويعني شقد كنت اني اتمنى اسوي هذا الشي حلا، بس شنو ما صار بيدي، ما صار بيدي، ما اجت الفكرة براسي، هسه اجت الفكرة براسي. فشنو هسه عندي هنا حليب، 3 أكواب حليب خليت، راح اخلي كاستر وياهن، واعرف هنا خليت يمكن 3 ملاعق مال كاستر. وراح اخلي كوب مال شكر، هنا انا خليت كاكاو خام خاشوقتين. هي صوص الكاكاو بنات هذا يصير حتى للكيكه بركانيه، اذا انت تحبين تسوين كيكه بركانيه يصير. خليت قلاص شكر، راح اذوبهن على النار، اخليه لحد ما يتماسك كلش سويه. ها اشيلنه بس مثل ما تشوفون قدامكم. هنا انا خلطت المواد كل زين على البارد، طبعا مو خلطتنا على حتى هنا الحليب كان بارد فما اخذ ويا هاي. هنا ورا ما شلته قبل، طبعا خليت عليه علبه مال قشطه او قايم مال شنو متوفر عندكم. شوفوا بنات شلون صار قوامه، شلون صار كانما يعني هيجي، هذا يسمونه دانيت. اي كاكاو عندكم متوفر، اي كاكاو مثلا حتى لو هذا مال الاسواق ابو ربع نشتري، هذا من كل طيبات، بس كان متوفر. انا عندي نوتيلا، خليت 2 خواشيق نوتيلا. وراح اخليه نص علبة، لا مو نص، ربع قطعة زبدة. الزبدة هم شيء اختياري، تردون تخلونها تردون ما تخلونها، هي تعطي لمعة للصوص، تعطي لمعة وتعطي يعني يبين شكلها حلو. هسه مثل ما تشوفون خلطتها كلش سوية المواد. حطيت زبدة المراعي، حطيت طبعا نكهة كلش طيبة. شقد جربت زبدة مثل اللوباك والمراعي، يعني ما اكو اطيب من عتن. بنات خلاص سوي البيض، واحد اني يقلي البيض بالزبدة، يعني انا مستحيل اكل هسه بيض يعني بالدهن او فد شي، لا اكل البيض اسويه بالزبد، يعني حتى ما تخلينا ملح بنات، هو مالح طيب يخبل ويعطيها نكهة كلش طيبة للبيضة. هسه خليته طبعا، هو انا مشتري كميات وخليته بالمجمده، والجو حار وايد فما اخليه برا ولا اخليه بالثلاجه، يمتى ما اريد اطلع عنه من المجمده. خليته لحد ما ذاب كلش، بعدين غطيته بكيس لايلون على مود شنو لي يعني يلبس وجه الوجه مالت الصوص. وبديت اسوي طبقات. سويت عندي بسكت طحنته بايدي، ما طحنته بالطاحونه، اذا تحبين تطحينه بالطاحونه عادي مو مشكله. سويت طبقه بسكت وطبقه الصوص وطبقه بسكت وطبقه صوص كلش يعني للنهايه. اخر طبقه مال الصوص رشيت عليها كاكاو باودر، وزينتها التزيين الموجود عندكم المتوفر. انا يعني للشكل الحلو، طبعا هو العين تاكل قبل بالفعل، يعني كل ما كان المنظر طيب مالت الاكل يعني تشتهين تاكلينه. وانا عندي اهم فقره هاي صراحه، اهم فقره انه انا من اقعد اكل المكان نظيف، الاكل يعني يجذبني، مو اكل شر ما كان لا. يعني عندي نفسي اهم شيء. هاي سويت طبقه ثانيه، من اعتقد سويت 3 طبقات بنات، يعني زي ما تردون تسوونها عادي مو مشكله. ومتوفرة اغلب المواد متوفرة، يعني عندكم مثلا ما تحتاجون تطلعون او اشياء غالية، هاي لا كلش متوفرة واشياء بسيطة وطيبة. هاي مثل ما تشوفون هنا سويت جبت المشخلة وخليت بها كاكاو ويجي نكته فوقها. شوف شلون صار منظر كلش حلو، يعني فشي اتمنيتها قدامكم تاكلون من عندها، ان شاء الله تجربونها وتكتبولي بالتعليقات. وطبعا اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الجرس على مود كل فيديو نشرنه يوصلكم ان شاء الله. واذا عجبتكم فيديوهاتي هم اكتبولي سوولي تحفيز على مود اكمل. انا الصراحة هذا كل ما اريد امنتج الفيديو اتماهل، تقريبا صار 3 ايام، اليوم قلت يلا ما يخاف لازم بعدها هي. مثل ما تشوفون الصوص شلون طيب منغني شيء. باو عليه حاليا انا وايد من عندها، راح اقوم اسوي مرة ثانية، ما اتحمل المنظر. يلا مع الف سلامة ان شاء الله.